طبعا كل أزمة أو مشكلة أو محنة بتبدأ يعني صعبة، وبمرور الوقت بتهدى وبتهدى وبتتحول لأمر واقع بتتعامل معاه. مش هرجع كتير ورا لمسألة انتقالات بعض اللاعبين في الكورة، خصوصا أهل الزمالك. إمام عاشور، كلنا فاكرين كيف ودع إمام عاشور الزمالك، كان بالدموع وبالمشاعر والأحاسيس المرهفة وبالوعود. ومشي إمام عاشور وكانت الأحزان كبيرة في المعسكر الزملكاوي، ولما راح الدنمارك، ومن ضمن وعوده إنه عمره ما هيلعب في مصر غير نادي الزمالك. رجع من الدنمارك بعد تجربة الاحتراف الفاشلة. في كلام انه كان يعني ممكن يرجع الزمالك يا دوب كان كام شهر مش عندوش حاجه يرجع الفلوس اللي دفعها، اللي هي حوالي 3 وشويه مليون دولار او يورو. ووصل امام عاشور الى عتبه النادي الاهلي. بدات الدنيا تسخن شويه، ازاي والولاء والانتماء والحب والكلام الفاضي بتاع اليومين دول. هنا حزن عام، وهنا فرحة وبهجة شديدة، هنا حالة إحباط غير مسبوقة، وهنا حالة تفاؤل كبيرة بين المعسكرين. وبمرور الوقت بدأت الأمور تهدى، إلا من بعض المناوشات اللي ممكن إمام كان بيمارسها، تشويحة هنا، كلمة هنا، رقصة هنا، بالونة هنا، يا دوبك يعني. لكن دلوقتي الأمور استقرت إلى حد كبير، وبقى إمام عاشور جزء من نسيج فريق النادي الاهلي، واحد من اهم لاعيبته بل افضلهم، وهو هداف الدوري. هدي الامور. اشرف بن شرقي راجع الزمالك. الحب الكبير، الغرام الشديد، العلاقه اللي لا يمكن ان هي يعني تهتز. مش ممكن حب اشرف بن شرقي الكبير ده فجاه يكون رايح للنادي الاهلي. اشرف بن شرقي وصل القاهره، اخوه سبقه، تذاكر الزمالك هبعتها له، حاجات كده، وضيب فجاه اشرف بن شرقي جوه النادي الاهلي. نفس القصه، مشاعر حزن هنا وبهجه هنا، وقصه كبيره جدا. وبعدين ده بن شرقي وصل قبل القمه بين الاهلي والزمالك يعني بكام يوم، هيلعب مش هيلعب. لعب، اول اهدافه كانت في مرمى الزمالك. حاله طبعا من التناقضات في المشاعر والاحاسيس. ازاي يا جماعه؟ ده اللي كان مستحيل يروح، يعني راح النادي الاهلي، تمشي ازاي ما تمشيش ازاي؟ راح. ويستحق كل التقدير والاحترام اشرف بن شرقي، لعيب محترم. النهارده هو نموذج محترم وموجود جوه النادي الاهلي، وبدات الامور تهدى تهدى تهدى، وبقت امر واقع. احمد سيد زيزو، مش هكرر الكلام. احلى سلام. شكرا لحضرتك.